في بداية سفر التكوين في الكتاب المقدس كانت الدنيا مليانة شر. الشر وصل لدرجة ربنا قال ندمت إني خلقت الإنسان. بس في وسط كل ده كان في واحد غير الكل اسمه نوح. نوح كان مختلف، كان إنسان طيب عايش صح، وكان بار وكامل في أيامه، وكمان ماشي مع ربنا. وده كلام مش سهل، لأن في الكتاب المقدس التعبير ده بيظهر نادر جدا. ربنا شاف نوح وقال له أنا هجيب طوفان على الأرض، بس أنت يا نوح هتبني فلك. بالمناسبة كلمة فلك دي بالعبرية اسمها تيفاه، وبتظهر مرتين بس في العهد القديم، مرة في قصة نوح، ومرة لما موسى طفل كان في تابوت صغير كده على النيل. الاتنين كانوا زي وسائل نجاة من ربنا. نوح بدأ يبني الفلك ده. تخيل بقى سفينة طولها حوالي 137 متر، عرضها 23 متر، وارتفاعها 14 متر، يعني نفس حجم ملعب كورة تقريبا. الناس كانت بتضحك عليه، بتستهزأ بيه، يعني كان شكله غريب بيبني سفينة وسط الصحراء. بس نوح ما كانش بس بيبني، كان كمان بيقول للناس استنوا، في حاجة كبيرة جاية. الكتاب بيسمي نوح كارز بالبر، يعني كان بيبشر وبينذر الناس وبيحاول ينقذهم من الغلط اللي هم ماخدين فيه. بس محدش صدق ولا حد اهتم. لما خلص بناء الفلك دخل نوح مع أهله، كانوا 8 أفراد ومعاهم الحيوانات. وربنا هو اللي قفل الباب. ودي كانت نقطة مهمة جدا، لأن لما ربنا يقفل باب محدش يقدر يفتحه. وبعدين حصل الطوفان، مية نزلت من السماء وطلعت من الأرض. الأرض كلها اتغطت بالمية حتى فوق أعلى الجبال. الطوفان استمر 40 يوم وليلة، مطر متواصل. بس نوح كان جوه السفينة حوالي سنة كاملة، حوالي 370 يوم. وبعدها نوح بعت غراب يطير يشوف الأرض. رجع الغراب مش لاقي مكان ينزل عليه. بعد كده بعت حمامة. الحمامة رجعت بورقة زيتون، وده كان علامة إن الأرض بدأت تنشف. ولما الأرض جفت خرج نوح وعيلته. وأول حاجة عملها قدم ذبيحة شكر لربنا. ربنا رضي عن الذبيحة دي وقال وعده الكبير، مش ههلك الأرض تاني بالطوفان، وقوس قزح ده هيكون علامة على العهد ده.